جبت لكم حلوة سهلة اقتصادية هشيشة لذيذة بنينة، جميع المواصفات فيها حلوة دوز اتاي وجدتوها حتى لاخر لحظة للضياف ديالكم. هاد الحلوة هادي ما كتحتاجش بزاف ديال المقادير، كتحتاج فقط 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، وعندنا هنا كاس ديال سكر سنيدة وكاس ديال الزيت وكاس ديال الجنجلان محمر، وكذلك عندنا كاس ديال القاوقاو. هنايا من بعد ما خدمت الزبده ديالنا جيدا غادي ندير لها السكر ونولي نخدمها جيدا، ومن بعد ندير لها داك الزيت النباتي، كاس ديال الزيت النباتي ديالنا، ونضيف لها كذلك الكاس ديال الزنجلان ديالي اللي نكون نقيته بالطبع وحمرته، ومن بعد نضيف لها كاس ديال القاوقاو مهرمش ومحمر، ونصف كاس ديال الزبيب. الحبابات ديالي كيكون العبار بالكاس ديال العنبه كما كتشوفوا معايا. هنا كنبقى نضيف الدقيق ديالنا المنخول بالتدريج، دقيق ابيض نتاع الحلويات كنبقاو نضيفو بالتدريج حتى كيتجمع لنا داك العجين، وكنكونوا نقدروا نشكلوه يعني في الاسبوع ديالنا من نبغيو نشكلوه نقدروا نشكلوه ما يبقاش يلتصق لنا في اليدين. في الاخير كاع عاد كنضيفو داك 7 غرامات ديال الخميره ديال الحلويات كنخليوها حتى الاخير. هنايا الغزالات ديالي انا راني شعلت الفران ديالي. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الغاز غادي يديروه على حراره متوسطه، واللي عندهم ديال الضو غادي يشعلوه على حراره ديال 175 درجه. شوفوا معايا هنا بدات كتشكل لي، يعني صافي العجينه اكتفت من الدقيق، يعني ما غادي نزيد لها والو. شنو غادي ندير؟ غادي نجيب واحد الصني غادي ندير له ورق الزبده، ومن بعد غادي نبدا نشكل هاد العجينه ديالي فيه على شكل هلال. بالنسبه للحبابات ديالي الطريقه ديال التشكيل كتكون اختياريه، انا هنا كنفضل الطريقه ديال الهلال. كاين اللي كيدير على شكل دوائر، كاين اللي كيديروا بالطابع، كاين اللي يديروا يعني كل واحد هو حر واش بغى يدير. من بعد ما كنسالي هاد العجينه كلها كندخلها الفران ديالنا كطيب، كتكون على نار متوسطه و 175 درجه. بالنسبه للطهي طريقه ديال الطهي هو انا كندير النار تكون تحت منها حتى كتحمر من تحت، عاد كنهودها لتحت باش تحمر لي من الفوق. الغزالات ديالي هنايا من بعد ما طابت لي الحلوه ديالنا كتجي رائعه هشيشه. انا وجدت لها هنايا سكر كلاصي كما كتشوفوا معايا كنفندها فيه جيدا، ومن بعد كنديرها في طبق تقديم وبالصحه والراحه. كتجي بالنسبه طري لهاد الحلوه بزاف. هذه كتجي صراحه غادي نحل زوينه معكم بزاف، وحده. كتجي اقتصاديه. اما المذاق ما نقول لكمش، والبنه لا تقاوم وكتجي هشيشه. ما تنسوناش بالتعاليق شوفوا ديالكم. خليتكم في امان الله وحفظه.